لعيب عربي بطراز اوروبي، حرفيا بيعمل كل حاجه ممتعه في الكوره، بعتبره اهم لعيب في الدوري السعودي وفي اسيا، ومش الموسم ده لا، من بدايه ظهوره وتالقه وهو دايما على الساحه بيلفت الانظار، مهاراته، ابداعه، تسجيله للاهداف الممتعه. اتكلم النهارده على التورنيدو سالم الدوسري. سالم الدوسري من وجهه نظري حرفيا بيعمل كل حاجه ممتعه في الكوره، ولعيب فيه ميزه مهمه قوي، هو رجل المواقف الصعبه ورجل المباريات الصعبه. دي بعض الناس مفكراها عيب، يقول ده سالم الدوسري ما بيظهرش الا في المباريات الصعبه. طبعا ميزه كبيره وتدل ان هو لعيب كبير. سالم الدوسري مبدع بمعنى الكلمه، مبدع باسيستاته، مبدع بجواله اللي بشوفها اوروبيه. قصه سالم الدوسري كانت ما بين الفشل وما بين النجاح، ممكن نشوفه مع الشباب، كان ممكن نشوفه مع النصر، كان ممكن نشوفه مع الفيصلي. سالم الدوسري بدا وتدرب مع الشباب ثم راح الى برشلونه من باب العشق لتطوير مهارات، بعدها رجع الفيصلي لكن ما عادش غير اسبوع لعدم اقتناع